هاي، اهلا بيكم في مامي's كيتشن. يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفه سهله جدا ولذيذه جدا ومش هتاخد اي وقت، وهي صدور الفراخ بصوص الليمون الكريمي من غير كريمه. ويلا بينا نبتدي ونشوف هنعملها ازاي. محتاجين الوصفه دي صدور من الفراخ متقطعه بانيه، كوبايتين من اللبن، معلقه واحده من الدقيق، بابريكا وملح وفلفل وبصل باودر. هنقلب كل التوابل مع بعضها ونرشها على صدور الفراخ كويس ونمزجها بايدي كده. هتاكد ان كل التوابل دخلت جوه الفراخ بالمنظر ده. يلا بينا بقى نروح على البوتاجاز علشان نشوف هنعملها ازاي. هحط مكعبين من الزبده صغيرين زي ما انتوا شايفين، وهزود له كمان معلقه كبيره من الزيت علشان الزبده بتاعتي ما تتحرقش. دلوقتي عندي النار عاليه جدا عشان لما هحط فيها البانيه او صدور الفراخ هي اوريدي الطاسه هتهدي درجه الحراره بتاعتها. بعد ما هحط كل الكميه بتاعه صدور الفراخ اللي تكفي الطاسه، بس مش كل الكميه اللي عندي، بس اللي تكفي الطاسه زي ما انتوا شايفين، ههدي النار شويه على الميديم. هفضل سايباها لحد ما توصل للون ده بالظبط، اللي هي كلها بيضه تقريبا من على الاطراف، في النص بس حاجات بسيطه خالص اللي لونها روز او بينك بالمنظر ده، عشان ابقى متاكده ان انا لما هقلبها الناحيه التانية هتبقى مستويه تماما قبل ما احطها في اي حاجه تاني. بصوا اللون الذهبي ده، هو ده اللون المظبوط جدا. اولا الفراخ ما نزلتش ميتها، وده هيخليها جوسي وطريه من جوه، وفي نفس الوقت مستويه وهايله من جوه. شايفين الزبده بتغلي ازاي؟ هبتدي اشيل الفراخ بتاعتي بعد ما حمرت كل الكميه في طبق جانبي. بصوا الحته المقطوعه دي مستويه ازاي. هو كل الفراخ تكون مستويه اوريدي، كامله السوا، ما فيهاش اي حاجه مش مستويه. هشيلها كلها من الطاسه عشان هستخدم الطاسه تاني. هوطي النار على الطاسه وهحط معلقه الدقيق الكبيره على كوبايتين من اللبن. في المرحله دي انا ممكن بمنتهى البساطه اعملها لايت للناس اللي بتحب، طبعا مش هستخدم الزبده في القليه بتاعه الفراخ، وفي نفس الوقت هخلي اللبن خالي الدسم، وهستبدل معلقه الدقيق بمعلقه صغيره من النشا. بعد ما قلبت اللبن في الدقيق كويس على البارد، هحطه على النار في نفس الطاسه اللي حمرنا فيها الفراخ، وهكون موطيه النار على الاخر، وهقلب كويس علشان ما يبقاش فيه اي كلاكيع من الدقيق. هقلب كويس لحد ما الدقيق واللبن بتوعي يمتزجوا مع الزبده اللي كانت محطوطه في الطاسه قبل كده. انا ولا زودت زبده ولا زودت زيت خالص على كميه الفراخ اللي عندي، وكمان على نفس الكميه بتاعه اللبن والدقيق بتاعي. بصوا بدأ يتماسك ازاي ويبقى قوامه كريمي. بصوا دلوقتي بيغلي، هو ده بالظبط اللي انا عايزاه، على نار هاديه خالص خالص، ما ياخدش اي حاجه اكتر من كده. في المرحله دي بقى انا شخصيا هعملها بكريم الليمون. كريمه الليمون او صوص الليمون لازم يبقى فيها الليمون، فانا عصرت ليمونتين وسط وزودتهم على الصوص الابيض. انتوا ممكن توقفوا عند المرحله دي وتبقى بالصوص الابيض بس. وهرش لها رشه من الفلفل الاسود ورشه ملح، وكمان انا عشان هو صوص ابيض او وايت صوص او صوص كريمي، انا بحب ازود له دايما رشه من جوز الطيب الفريش، بتدي طعم هايل للوايت صوص. وهقلب الصوص بتاعي كويس جدا عشان كل التوابل تمتزج مع بعضها. في المرحله دي لازم تتاكدي من الملح والفلفل بتوعك والتوابل بتاعتك مظبوطه، والليمون طبعا لو هتحطوا ليمون ان هم مظبوطين. وهنبتدي نرجع الفراخ تاني للطاسه. هحط كل شرايح الفراخ اللي عندي كلها اللي حمرتها جوه الطاسه تاني، والنار اقل نار هاديه موجوده عندك. وكمان الجوز اللي كانت موجوده جوه الطبق هنزلها كلها في الطاسه، لان دي بتدي طعم هايل للصوص.
هقلب الفراخ كويس قوي وهخليها تمتزج بالصوص كويس جدا بالمنظر ده. وبعد ما كل الفراخ دخلت جوه الصوص بتاعي انا مش محتاجه اكتر من غلوتين بالظبط على النار الهاديه، وبكده تبقى الفراخ بتاعتي جهزت. ويلا بينا نقدمها. هحط الفراخ بتاعتي في الطبق وهرص عليها الصوص بتاعي. وبكده تبقى دي الفراخ بصوص الليمون الكريمي اللي بدون كريمة، تكون اتعملت في البيت، سهلة سريعة وهايلة وهتعجبكم جدا ان شاء الله. ونحط لها بقى شريحتين من الليمون وتبقى جاهزة على الأكل. وبألف هنا وشفا. الوصفة دي طبعا ممكن يتعمل معاها حاجات كتير على جنب، خضار سوتيه، أو يتعمل معاها ماشت بوتيتوس، أو يتعمل معاها مكرونة، أو يتعمل معاها الرز بالخضار ده اللي لو عجبكم خشوا على اللينك بتاعه هحطه لكم. ما تنسوش لو الوصفة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل. باي باي.